ونيضة وشاخدة يا المتابعين على المسابقة اللي غادي يرجعوا يديروها كل كوبل غيدوزو في حلقة. والصراحة هنا قال لك بغاو ياخذوا واحد القرار اللي هو التصويت، واش غادي يصوتوا مالين الدار او لا غيصوتوا المتابعين فاش سمعوا هاد الهضره هادي الصراحه شخدوا في التعاليق وقال لك ها هما بغاو يرجعوا لنا عاوتاني المسابقه غير بالفن. حنا كنا ضد المسابقه بصفه عامه لان فيها المشاكل، ولكن منين داروا التصويت غير بيناتهم قلنا ماشي مشكل، ولكن دابا بغاو يرجعوا لنا التصويت لينا حنايا غير بالفن. وكل شيء كيقول لهم حنا ما باقيش باغيين نصوتوا على شي حدا. واش كتحداو عاوتاني المتابعين؟ لان المتابعين قال لك ما بغيناش المسابقه بصفه عامه، وحتى التصويت اللي غادي يصوتوه المتابعين ما بغاوش. المهم خوتي العزاز شخدات ما بين ياسين والحسن اللي شخدوه هدى وعصبوها، وكاين اللي جا مع هدى وكاين اللي جا ضد هدى. هنا غادي نهضر خوتي العزاز ونحط النقاط على الحروف بخصوص هدى اللي بزاف ديالو الناس قالوا لها خصك تفهمي راسك، يعني هما مكبرين بعيالاتهم وانتي جالسوا كيعصبوا فيك حتى خرجتي على السيطره، وقالوا لها الا هما القصد ديالهم انهم يعصبوك فانتي راكي غير مرغوب فيها، وديك القعده اللي جالسه معاهم راه خصك تفهمي فيها راسك. المهم خوتي العزاز غادي نهضر حتى على فاطمه ام حفصه اللي جات داخله وبدا كيزومي عليها الحسن وقال لها اش هاد الزين هذا، اش هاد الفنون تبدلتي وزيانيتي ومكحله العوينات. المهم هنا بزاف ديال الناس ما بغاوش، وحتى انا ديك اللقطه ما عجبتنيش اخوتي العزاز صراحه. بزاف د الناس تعصبوا من كلام حسن اللي قال له الحسن يعني خصك تعترف بان العيالات ديالنا عندهم دور كبير، ولكن الحسن قال لك ما كيبغيش يعترف بالمجهودات ديال العرايسات، ولكن هو بدا جوج مرات هو كيقول احنا الرجال وحنا الرجال يعني حتى حنا عندنا دور كبير. ولكن هنا قالوا له غير تواضع شويه وقول بان حتى حنايا عندنا عيالات مقدات اللي خدامين علينا. وهذا خوتي العزاز هذه النقطه حتى هي غادي نهضر فيها، لان خوتي العزاز هذا التعليق لقيته طالع بزاف ديال الكومونتيرات، لان بزاف ديال الناس ما عجبهمش الحال، ما عجبهمش التصرف ديال حسن العريسات. المهم خوتي العزاز تحيه لكم كبيره، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. خوتي العزاز لايك ديالكم وتعليقاتكم ولا خدتكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت لي جديده. الصراحه المتابعين حالفين ما يصوتوا، وهنا كيقولوا لهم واش نتوما لاباس عاوتاني بغيتو تدخلوا لنا المسابقه غير بالفن، راه حنا ما غاديش نصوتوا. التصويت غيكون ممنوع للمتابعين كاملين، لان راكم كتحداو هكا المتابعين. يعني كاين الناس اللي قالوا لهم يعني ياك ما زعما غير بغيتو تلفونا زعما تلفوهم 5 ايام 6 ايام في رمضان زعما وبغاو يدخلوا المسابقه غير بالفن. وبزاف ديال الناس عجبهم الاجواء ديال المحبوبه، ولكن غير ديك الاجواء الروحانيه والقرانيه والصلاه والذكر، يعني ديك اللمه العائليه. وكيقول لك حنا داكشي اللي بغينا، علاش متبعينهم؟ ما متبعينهم لا على مسابقات ولا على تحديات، لان كينوض الصداع في كل مسابقه، كينوض الصداع. والدليل على هذا الشيء انتم شفتوا يعني اليوم هدى كيفاش خرجت على السيطره غير بسبب المسابقه. يعني هما كيقولوا خصك ديري المسابقه وهي تحداتهم وكتخرج عينيها وكتغوت، يعني هما ما احترموهاش وهي ما احترمتهمش. انا ما غادي نجي لا من جهه الدراري بجوج ولا من جهه يعني هدى عطاتهم علاش كيقلبوا، وبزاف د الناس عجبهم الحال قالوا لها اعطيهم علاش كيقلبوا، راه دسروا بزاف. وراه كيف ما هما كيمشيو كيفرضوا روسهم وكيقول لك ها فوقاش غنديروا مسابقه وفوقاش كيختاروا النهار اللي يناسبهم. حتى انت اختاري النهار اللي يناسبك، ومن حقك انك حتى انت يعني من حقك انك تدافعي على راسك. المهم مقربله ما بين هدى وما بين ياسين والحسن. الحسن اخوتي العزاز اللي هو اللي جبد هذه القضيه ديال التصويت، قال لك نشوفوا مع واش نديروا مع التصويت ديال المتابعين، لان حنا اصحاب الدار ما يمكنناش نصوتوا على بعضياتنا. وهما راهم هاضرين على هذا الموضوع هذا في الكواليس. كاين الناس اللي قال لك راهم هاضرين في الكواليس على هذا الموضوع هذا،
ولكن هما غير بالفن بغاو يجبدوا هذا، يعني هذا الموضوع ديال المسابقه باش حنا يشوفونا واش غادي المتابع يقبل انه ترجع ديك المسابقه او لا. الساعه المتابعين اخوتي العزاز رافضين هاد الفكره ديال المسابقه بصفه عامه. الناس ما باغينش يخدموا في التصويت، حتى هاد المسابقات اللي دايرين عاديين ديال 2000 درهم اللي داها الياس وياسين، حتى هذيك راهم كانوا رافضينها. غير الصراحه هضرنا وتحاورنا قلنا بما انه هما ما قالوش للمتابعين صوتوا صافي راه خليهم دبر راسهم، راه خدمتهم هذيك، راه طريقه الخدمه ديالهم ديال اليوتيوب هي هذيك. فهذاك هو كان نظري. ولكن دابا بغاو يرجعوا للتصويت للمتابع، وهنا المتابع ما قبلش اخوتي العزاز، قال لك ما قابلينش نصوتوا حنا المتابعين، لاننا حلفنا ما نصوتوا على حد، لاننا ما بغيناكمش هكا وما بغيناش هاد المسابقه هذه اللي كدير بيناتكم غير الصداع والمشاكل وكدير الفتنه. الناس ما بغاوش الفتنه اخوتي العزاز. وحتى بالنسبه للموضوع ديال هدى قالوا له، يعني كاين واحد المتتبعه وفيه ديالهم اللي كنشوف انا التعليقات ديالها دائما كيتحطوا المحبوبه كتكون كتعلق لهم بواحد المصداقيه، بواحد الحب الصراحه كبير، اللي قالت لهم دخلنا عليكم بالله، قالت لهم واش ما فيكم ما يحيد داك المقطع اللي خرجت فيه هدى عينيها وانتم كتغوتوا، شي كيغوت شي كيغوت على شي وشي كيعصب في شي. قلبتوا لنا راسنا وقلبتوا لنا دماغنا. يعني المتابعين باغيين اخوتي العزاز هذاك الجو العائلي والطياب والفطور والضحك والنشاط، ما باغيش داك الغوات وداك الصداع وداك المسابقه والستريسات ديال المسابقه. حتى المسابقه راه فيها ستريس وفيها الخدمه وفيها مجهودات، وهذا هو علاش المتابع رافض هذه المسابقات بصفه عامه. راه ماشي رافض غير التصويت وصافي، ولكن بالاخص التصويت، لان التصويت غيخدم فيه المتابع، التصويت غيخدم المتابع لان كل كوبل عنده المحبين ديالو. اكيد ديال حفصه غيبغيو يطلعوا حفصه، ديال تيتيش غيبغيو يطلعوا تيتيش، وديال رشيده كيبغيو يطلعوا رشيده. يعني المتابع كيخدم عن جداره واستحقاق في هذه المسابقات، والناس ما فيها ما يخدم. راه تصور اخوتي العزاز حتى من المشاهده نقصات بزاف بالنسبه لينا حنا كقنوات اللي كندافعوا على محبوبه، نقصات المشاهده بزاف وطاحت. علاش؟ لان ما كيكفيهمش بنادم، ما كيكفيش الوقت انه يتفرج القناه كبيره ويتفرج المنتقد ديالها اللي كيدافع عليها. يعني بنادم يكفي كيمشي كيتفرج في القناه الكبيره وكيزيد وكيجمع ويطوي مع الطريق، يعني ما بقاش داك الحماس وداك الشيء. ومن حق اي واحد اخوتي العزاز، لان هذا الشهر هذا شهر ديال العباده، شهر ديال الصلاه والدين والقران العظيم اخوتي العزاز. الصراحه الحسن قالوا له بركه ما تبرهيش، قلنا لك المسابقات لا، وبغينا غير الاجواء الرمضانيه معكم نتوما، كونكم عائله ضحكوا فيهم ونشطوا فيهم، طيبوا كلوا شربوا، قراو القران، صلي وديروا الذكر، شاركوا معنا الفطور السحور وفي الكواليس. يعني ما كاينش عندهم مشكل كاع المتابعين، هما كيتفرجوا مساكن، هما كيطلعوا لهم يعني الفيديوهات. ولكن المسابقه قال لك نون يكحل العيون واش ديروا لنا المسابقه. ما كاين غير اللي كيعيطوا العاده وما بغيناش المسابقه، واش ما كتفهموش بغيتوا تدخلوها غير بالفن. الحسن بركه ما تفرهيش. المهم هنايا جات التعاليق قدامي كنقراهم الصراحه. قالوا لهم واش نتوما حالفين حتى يصوت المتابع وكتحداو المتابع؟ راه الناس حلفوا بركه ما تبرهشوا. المهم حنا قال لك ما باغينش اي مسابقه، خصوصا في هذا رمضان. ياسين كينوض الفوضى وما غاديش يصوتوا المتابعين. الحسن بلا ما تبقى تجبد المتابع، ما كاين لا مسابقه لا والو، رمضان ديال العباده يا لطيف. قال لك بغاو يدخلونا بالزز. المهم تيتيش راكم شفتوا دافعات على هدى، قالت لهم بعدوا منها لان الحسن شد فيها بزاف هو يعني هو وياسين. وكاين بزاف الناس اللي قال لك هدى عندها شي سر علاش جالسه عندهم. ما يمكنش هاد التمرميد هذا كامل اللي كيديروا لها الدراري وهي كتبقى تغاوت معاهم وتعصب ما شقلها عليها. اذا هنا شي حاجه عندها هاد هدى علاش جالسه معاهم. يعني قال لك ديك الهضره اللي كيقولوا ديك القنوات اللي ضد محبوبه، قال لك راه اذا هنا راه بصح ربما مرت عبد الرحيم، ربما قال لك. المهم هي ما جالساش تما لان كتخرج عينيها فيهم بحال الدار دارها، قال لك قريبه تضربهم. المهم صراحه انا فهمت هدى كتقلق. عقلته نهار كانت جالسه هدى مع با محمد وياسين، وكانت تيتيش باها مريض. راكم شفتوا ديك المره فاش استهزأ بها ياسين على ديك الحوته، من تما ما عاودش دارت بهم، ما بقاش كتبغي تجلس مع ياسين في الدار. ويعني واخا كانوا غير هو وتيتيش في الدار، ما رجعتش عندهم من ديك الساعات، لان من داك النوع اللي كيتقلق.
والصراحه كانت هاربه غير سيدي عدي مع البنات، راكم شفتوها، ولو انها كانت تيتي شي غير بوحدها ما كانتش كتمشي عندها. وهنا كاين ناس اللي قالوا لها هضري معاهم غير بشويه، راكي قربتي تضربيهم، احترميهم، راكي في دارهم. يعني كل واحد وشنو قال لها. ولكن اخوتي العزاز هما راهم جبدوها، راه نقولوا الحق. هي علاش جالسه عندهم ما عرفتش، الله اعلم، العلم عند الله. ما نقدروش نقولوا شي حاجه ما شفناش بعينينا وما سمعناش بودنينا من عندها هي علاش جالسه عندهم راه ما نعرف. ما قالوا شيء، او ما كنظنش لو كانت يعني عروستهم الخامسه. ما كنظنش انهم يطرقوا شنو فيها الا كانت عروستهم الخامسه كيف ما كيقولوا. المهم هي جالسه عندهم. انا بعدا عن نفسي لو كنت في بلاصتها ويعني وغادي نبقى نتناوض معاهم مالين الدار بحال هكا ونتغاوت معاهم وما تكونش عندي بلاصتي ولا يعني ما مرضاش. انا ما رضاش انا بكرامتي طيح على الارض حتى ننزل داك المستوى. صافي ما بنادم كيحس براسو ما بقاش عنده قيمه تما. اذا هنا الا كنت في بلاصتها غنقول انا ما بقاتش عندي قيمه ما بين هاد الناس. اذا غادي نسلك راسي ونمشي ونخوي بحالاتي، نمشي لداري اللي غادي داري ستارت عاري اللي غادي تهز هبالي. اما دار الناس كتبقى دار الناس، وهي كتقول لك انا بحال خوتي بحال خوتك هما خرجوا فيك طول وعرض. ولكن الا جينا نقارنوها مع فاطمه الزهراء راه هي ما كتقدش ترد الهضره على خوتها. الا شفتوها هي ما كتقدش على خوتها كاملين، ما كتقدرش تباطح معاهم، وهي تباطحت معاهم النيت، عطاتهم الهضره والله لا درتها والله لا كانت المسابقه. وهي برانيه زعما الصراحه ما يديروش هذا الشيء هذا. لان ما عيالاتهم كما قالت رشيده عجبتني في واحد الكلمه قالت لهم حنا عيالاتهم عارفينهم ولفنا بهم وكنهزوا لهم هبالهم، ولكن هدى ما كتقلق يخليوها عليهم في التقار. المهم خليو عليكم هدى وما ديروش بها الضحك. كاين الناس اللي قالوا لهم عرايساتكم عايشين مبرعين. حتى هدى راها مسكينه ليها قيمه، ماشي ديروا بها الضحك. راه شاطره وكتشقى مسكينه وصابره. هدى هذه راها اللي عمرها دار. المهم خوتي العزاز، انا عطيت الراي ديالي. وحتى بالنسبه لفاطمه حفصه صراحه ما عجبنيش الحال انه يبدا يزومي عليها الحسن بحال ديك الطريقه. يعني كيفاش نسيبتي زيانات ضربات كحيله. اذا هنا انت كتعرضها للمتابع وكتزومي عليها، راه حشومه، راه ديك نسيبتك عليك بالاحترام وعليك بالاداب. هذيك نسيبتك راه خصها نسيبك دائما الناس كيحترموها، واخا تكون صغيره ولا كبيره خصك تحترمها، راك داي بنتها ومناسب معاها. اذا هنا حشومه وعيب وعار. اما بالنسبه لحسن اخوتي العزاز، بزاف ديال الرجال كاينين بحال حسن، كاينين الرجال اللي بحالو المراه كتخدم برا وتخدم لداخل وما كيعقلش عليها، ملي كينوض لها كيقول لها ما دايرتي والو وما كتسوي والو، فراه عادي جدا اخوتي العزاز. المهم هذا كان الفيديو ديالي، نقول لكم السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.